دايما بتسأل ازاي بقدر اسافر واشتغل من اي مكان وازور الاماكن اللي انا عايز ازورها وفي نفس الوقت اعمل فلوس. لو انت نفسك تسافر وفي نفس الوقت تعمل فلوس يبقى انت النهارده بتتفرج على الفيديو الصح، لان انا النهارده هقول لكم على 5 طرق تقدر بيها ان انت تعمل فلوس وانت بتسافر. الطريقه الاولى، لو انت سنك تحت ال 30 او انت طالب جامعي، في منظمه اسمها ايسك. ايسك دي المنظمه اللي انا سافرت معاها اول 3 سفريات في حياتي. واول 3 سفريات كانت الاولى تطوع بالمجان، الثانيه كانت تطوع بالمقابل. ايسك بتديك نوعين من البرامج تقدر ان انت تسافر عليهم بحد ادنى شهر ونص وبحد اقصى سنتين. البرامج دي واحد منهم تطوعي بالكامل وواحد منهم هو دوام كامل. الدوام التطوعي ده بتبقى بتشتغل في مشاريع بسيطة زي تعليم اللغة. أنا شخصيا اشتغلت في مشروع في دار مسنين. والناحية التانية بتقدر ان انت تطلع الدوام الكامل ده لو انت بتعمل اي حرفة او انت شاطر في الجرافيكس او شاطر في التصوير، شاطر في حاجات بتقدر ان انت تقدمها للشركة اللي انت هتروح تشتغل معاها. بيبقى ده دوام كامل من اول 3 شهور لحد سنتين. الطريقة التانية اللي تقدر بيها ان انت تعمل فلوس وانت مسافر هي ان انت بتختار المكان اللي انت عايز تسافره، بعد كده بتشوف الهوستلز اللي موجودة في المكان ده، بتفورميوليت ايميل وتبعت الايميل ده للهوستلز اللي انت عايز تروح عليها، وبتقول للهوستلز دي ان انت عندك خبرة في استقبال الضيوف في تنظيم الأنشطة واشياء من هذا القبيل. وبيبتدي الهوستل ان هو يرجع يرد عليك يقول لك ان هو في الفتره المعينه اللي هو بيبقى تقريبا البيك سيزون بتاع الدوله اللي انت اخترتها، هنحتاج شخص ان هو يكون قادر يعمل 1 2 3 4. الشخص ده هياخد 100% سكن ببلاش، اكل ببلاش، مع بعض الحوافز الماديه بناء على الحاجات اللي هو بيقدر ان هو يبيعها جوه الهوستل من انشطه وغيره. الطريقة الثالثة ودي في وجهة نظري هي أسهل طريقة وأكتر طريقة تقدر تعمل بيها فلوس. أول ما بتسافر بتروح على المكاتب السياحية في المدينة اللي أنت مسافر لها وبتبتدي تعمل معاهم صفقة بسيطة. الصفقة هي عبارة عن أنا عندي صحاب أجانب كتير قابلتهم في المكان اللي أنا قاعد فيه، أقدر إن أنا أبتدي أجيبهم من الرحلات دي. فاللي أنا بطلبه من الهوستلز اللي أنا بروحها أو الأماكن السياحية اللي أنا بروحها أو مكاتب السياحة اللي أنا بروحها ان انا هجيب لكم ناس تطلع الرحلات، هطلع انا كمان معاهم الرحلات، وده هيكون في مقابل. فبتتفق معاهم ان انت لو جبت لهم 3 اشخاص هاخد كذا، 5 اشخاص هاخد كذا، 10 اشخاص هاخد كذا. وبعد كده بترجع الهوستل اللي انت قاعد فيه، الاوتيل اللي انت قاعد فيه، بتبتدي ان انت تتكلم مع الناس، بتبتدي ان انت تنتشر مع الناس وتقول لهم انا جبت اوفر كويس، ولازم تبقى متاكد من سعر الاوفر اللي انت بتديه لهم ان هو سعر منافس وسعر كويس، لان دايما الناس وهي مسافره بتسال. ومن خلال ده بتقدر ان انت تبتدي تبيع الرحلات اللي انت اخدتها من شركات السياحه اللي انت اتكلمت معاها. ودي اوعدك ان هي اكتر طريقه بتساعدك، اولا ان انت تتكلم مع ناس كتير وتعرف على ناس كتير، ثانيا بتطلع الرحلات بسعر رخيص جدا لو ما كانش ببلاش، وتالت حاجه انت بتعمل فلوس وانت مسافر. الطريقه الرابعه اللي بعمل بيها فلوس وانا مسافر، انت لو عندك بيت او ساكن في مكان معين في المدينه اللي انت ساكن فيها، دايما اجر البيت ده، لان انت مش عايز تدفع الايجار مرتين، مش عايز تبقى بتدفع في اوتيل او في هوستل وفي نفس الوقت بتدفع في مكان مختلف. فاللي انا بنصحه ان اي حد بيسافر يأجر المكان اللي هو قاعد فيه لو هو قاعد في المكان ده لوحده. انا في حالتي انا بيست في الامارات وانا بره طول الوقت، فبحاول دايما ان انا اأجر بيتي سواء باليوم او بالشهر او بالاسبوع لاي حد بيكون جاي الامارات لفترة مؤقتة. الطريقه الخامسه ودي اللي انا دلوقتي مسافر وانا بعملها هي الشغل عن بعد. الشغل عن بعد هي طريقه تقدر ان انت تكسب بيها فلوس وانت مسافر، سواء كان فريلانس، تسويق الكتروني، او حتى وظيفه بدوام كامل، ودي حالتي. انا شغال في شركه فرنسيه، الشركه دي بتسمح لي ان انا اكون متواجد في اكتر من مكان، غير مرتبط بمكتب معين او بوجودي في مكان او منطقه معينه. وده طبعا بيسهل عليا ان انا اقدر اوازن ما بين شغلي وما بين سفري، وفي نفس الوقت ما بقاش ملتزم ان انا اكون موجود في مكان واحد. الطرق اللي انا شرحتها لكم كلها هي طرق انا مجربها بنفسي، ما سمعتهاش من حد قبل كده، قررت ان انا اعملها واشتغلت. جرب شوف انت بتعرف تعمل ايه وبتحب تعمل ايه، وهو ده ممكن يكون مخرجك، وهو ده ممكن يكون الطريقه اللي تسافر بيها.